أقول لهم يا شباب، يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم نهضت أمة. ليش؟ لأن الشباب اللي تركهم محمد صلى الله عليه وسلم هم مشوا بالأمة. فأول ما مات النبي صلى الله عليه وسلم هذا أسامة للمرتدين، وهذا زيد بن ثابت لجمع القرآن، وهذا أبو بكر خليفة المسلمين، وتبدأ نهضة الأمة بعد وفاة النبي، حتى أن القبائل بدأوا يشعرون أن الأمة قامت من جديد، قامت من جديد من جيل رباهم محمد صلى الله عليه وسلم. أنت حفيد محمد صلى الله عليه وسلم، وصدقني اجعل أولى أولوياتك قرآنك، البداية اجعلها قرآنك. نحن يا شباب نبغى كل شيء في الدنيا، وكل شيء في الدنيا يعطيك إياه القرآن. وأنا ما أبغى أتكلم معك، أنا أقول ننتظر منك وابدأ مع القرآن. نزلت، طلعت، حزين، سعيد، تبغى تتمكن من المشروع، تبغى زيادة، تبغى بركة، تبغى سعادة، أقول لك يا جيل القرآن فيه صوت كذا لنبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن وما ملكته، القرآن 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 القرآن. أبغى أقول لك شيء، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يدعو الشيء لقلبه. القلب اليوم تجد السياح في الصيف يروحون هنا وهنا يبحثون عن الخضار الربيع في قلبه. النبي حتى يدعو هذه الدعوة الكبيرة، والله تخيلوا يا شباب لو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعنا كلمات النبي وهو يقول: اللهم إني عبدك بنو عبدك بنو أمتك، نواصي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. 11 سنة حنقول إيش؟ حنقول النبي حيدعو دعوة عظيمة، لأن قبلها 11 سنة قال النبي: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. يا شباب وصية من رسولكم خذوها مني، اجعل القرآن العظيم ربيع قلبك، والله ما حتحسن في الدنيا وتتيسر جميع أمورك، وتكون بإذن الله رقم صعب في أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم.